دكتورة إيريني، ناس كتير لما بيسمعوا عن سرطان الدم بيبقى في اعتقادهم إن الموضوع ملوش علاج. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ طبعا هو الكلام ده كان في أزمنة بعيدة. أول ما ابتديت أشتغل أمراض دم من سنين طويلة كان في سرطانات في الدم كتير، بنقول للعيان أو لأهله يعني وقت معين وهيعدي وفي الآخر العيان مش هيبقى معانا. بس الحقيقة مع الاختلافات والأبحاث العلمية الكتير اللي بتتعمل في مجال أمراض الدم بالذات، يعني ابتدت حاجات كتير كانت بالنسبة لنا تشخيصات سيئة وبنعتبر إن عياننا خلاص قاعد معانا فترة قليلة ومش هيبقى معانا. دلوقتي نفس الأمراض دي بقت أمراض زيها زي السكر والضغط، أمراض مزمنة نقدر ناخد لها علاجات ونقدر نكمل حياتنا عادي ونرجع شغلنا ونعمل كل حاجة زي أي إنسان طبيعي. وده برضو بيرجعنا أنه نوع سرطان دم. سرطانات الدم أنواع كتير، في منها أنواع الحادة وفي الأنواع المزمنة. الأنواع المزمنة في لها علاجات جديدة وكتيرة ومختلفة، وكل يوم بيظهر فيها حاجات أجدد وبتدينا أمل في حياة العيان إن هي تمشي كويس. وبرضو الأنواع الحادة بقى في مع زرع النخاع ومع العلاجات الأجدد بقى في دايما برضو فكرة إن العيان بتاعنا مش هنفقده في المرض، بالعكس إحنا بنحاول وبنقدر ندي علاجات كويسة. النتيجة في الآخر قد تكون أحسن من أمراض مش اسمها سرطان، يعني أمراض حميدة، ولكن قد تكون أسوأ في البروجنوزس بتاعها أو في عمر المريض من بعض أمراض سرطان الدم.